اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من كايرو تيوب، واللي بنقدم فيها لحضراتكم مجموعه كبيره جدا من الفيديوهات والمقاطع المجمعه اللي بتكون محققه نسب مشاهده عاليه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. ودايما بنبتدي باخبار فنيه لطيفه ومبهجه، والفنانه اليسا بتتالق في حفل شاركت فيه مؤخرا ونشرت اجزاء من الحفل دي على صفحتها، وطبعا لاقت اعجاب كبير ومشاركه كبيره جدا. كان إحيائها لأحد الحفلات الخيرية وتقديمها التحية للسير الدكتور مجدي يعقوب. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي أجزاء من هذا الحفل الخيري. ولا بتعرف يعني غلاوتك؟ ده انت غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوة الدنيا حلاوتك. يا عم سلامتك ولا بتعرف يعني غلاوتك؟ ده انت غلاوتك قد الدنيا وكل حلاوة الدنيا حلاوتك. حب حياتك قوي وحياتك، ده انت حياتك فارقة معانا. يا روحي يا سيدي سلامتك، يا عمري سلامتك. والنجم ماجد الكدواني احتفل بزفاف ابنه وسط طبعا محبيه واصدقائه، خاصه النجم كريم عبد العزيز. صداقه ما بينهم عميقه وقديمه جدا، وعشان كده كان فرحته كبيره وكانت باينه جدا في اجزاء كتيره جدا من الفرح. والف الف مبروك. مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا
وسيبك انت سيبك انت اغنيه لسه متصدره الترند للفنانه والمطربه البديعه والمتالقه دايما والقديره انغام، وهنشوف لها دلوقتي سيبك انت. أنا قلت أقولك أخباري مع إنك أصلا ما سألتش. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة، مسجونة في عالم أفكاري، مش عايشة لكن برضو ما متش. تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة. سيبك انت، اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام مرتاح البال، لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع، وبثانية تبيع وتقوله وداع. دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. بقى ليلي بيشبه لنهاري، والشمس بتشرق وبتغرب، والدنيا بتمشي وتتغير وانا على حالي. احساس الوحدة الاجباري بقى هو الايد اللي تطبطب، بقى ونسي وصاحبي هو الحاجة البقياني. سيبك انت، اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام مرتاح البال، لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع، وبثانية تبيع وتقوله وداع. دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام. وبننتقل مع حضراتكم لفقرة الفيديوهات المجمعة اللي بتكون محققة نسب مشاهدة عالية جدا، والأطفال وهي بتنمو وبتتطور معرفيا وبتكتشف الحياة من حواليها. مهم قوي ان تبقى في مرحلة النمو دي في صداقة مع الحيوانات، حتى لو مش بنقتني في البيت حيوانات، ولكن نحاول ان احنا نقربهم دايما من اي حيوانات بيشوفوها من حواليهم، لان ده بينمي عندهم مشاعر راقية جدا، يحسوا بالآخر. لأن لما بيتعودوا على التعامل ومصادقة ومصاحبة الحيوان، فبالتالي بعد كده بيقدروا يفهموه، لأن هو طبعا من غير كلام هو مش بيتكلم. فلما بتنمو عندهم الحاسة دي إن هم يفهموه في أوقات كتير، وقت فرح، وقت زعل، وقت تعب، ده بينمي عندهم الإحساس بالآخر. لما هيتعاملوا مع أي حد بعد كده إنسان عادي يعني بيتكلم وهكذا، بيكونوا حساسين جدا في فهمه، حتى لو ما عبرش بالكلام بيكونوا هم أقدر الناس على استيعابه واحتوائه، لأن هم قدروا يحتووا الحيوان اللي هو مش بيتكلم. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم مواقف كوميدية كتيرة جدا ما بين الأطفال البيبيهات والحيوانات.
العمل الجماعي مش بينجح إلا لو كان ما بين مجموعة العمل دول انسجام شديد جدا، تناغم في الأداء واحترام لبعضهم البعض، تقدير وقبول كل آخر، قبول للاختلافات، وساعتها بيحصل ذوبان ما بينهم. كل حد طبعا مش خالي من العيوب، ولكن في العمل الجماعي لما بيتم تذويب أي اختلافات وأي عيوب ده بيؤدي لنجاح هذا العمل الجماعي، وكمان وقتها بيحصل الإتقان والدقة في هذا العمل، وروح الانسجام والتناغم دي بتبان طبعا بروعة هذا العمل. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم مجموعات مختلفة وهم بيؤدوا أداء مبهر جدا، في مرونة شديدة جدا في الجسد، وفي تناغم كمان شديد جدا في الأداء ما بينهم، وخاصة في حركات الإيد مع بقية أعضاء الجسم. زي ما شفنا هذا الكم من الإبداع واللي مش محتاج إمكانات عالية غير إمكانات وقدرات الإنسان اللا متناهية واللا محدودة، واللي هو بيحاول يكتشفها يوم بعد يوم ويطورها أكتر وأكتر. هنشوف كمان دلوقتي أفكار مبتكرة مش محتاجة غير برضو فكر لا محدود، مش محتاجة إمكانيات كبيرة جدا غير إن الإنسان يفضل يبدع وما يحطش حدود لإبداعه. هنشوف دلوقتي أفكار ابتكارية كتيرة جدا لاستغلال المساحات في البيوت.
الاسود له جماله، والرسم بالرصاص له كمان جماله وابداعه وسحره. هنشوف دلوقتي مزج ما بين الرسم بالرصاص والوان، خاصه اللون الاحمر. وكرة جوان، وهنشوف دلوقتي طريقة لعيبة عالميين ومشهورين طريقتهم في الاحتفال بالاجوان. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 lo.
وخدع كتير بنكون محتارين هي ازاي بتتعمل بكم الدقة الشديدة والفن والإبداع والرقي، وطبعا كل مادة ما بيكون فيه تطور شديد جدا في الطرق دي للخدع وللمونتاج. وهنشوف دلوقتي مع حضراتكم الافتر افكت ممكن يعمل ايه. وحب النفس. حب النفس ممكن يكون فعلا موجود لما أكون متصالح مع نفسي. طب إيه أهمية حب النفس؟ لأن في ناس كتير ممكن تقول أنا المفروض أمنح هذا الحب للآخرين، مش هقعد أحب نفسي، ولكن ده قمة التناقض مع الذات، لأن ده بيخلق علاقات مشوهة وكمان مشاعر مزيفة. لو الحب ده أنا مش قادر أمنحه لنفسي، فإزاي همنحه للآخرين؟ لو مش معترف وعارف أحقية نفسي لهذا الحب وبمنحه لنفسي، فبالتالي إزاي الآخر أصلا كمان هيمنحني حب؟ لما الإنسان بيحب نفسه بيكون طاقة جاذبة لحب الآخر، بدل ما بيبقى انه طول الوقت عمال يشحت الحب ده من الاخر، لانه كمان مش بيمنحه لنفسه، ما بيشبعش نفسه بمشاعر الحب دي ويملاها. لما بيملاها بيكون طاقة جاذبة جدا لحب الاخرين، وما بيطلبش طول الوقت اي حب من الاخر، وما بيقعدش يشتكي انا ليه الناس ما بتحبنيش، انا ليه مش بحب وبتحب. الامور دي كلها ما بيعيش دور المظلومية والضحية، ولكنه بيشبع نفسه طول الوقت بالحب ده، وبيكتسب المزايا اللي بتتحقق فعلا لما الإنسان بيمنح هذا الحب. هو بيمنحه لنفسه، فبالتالي حنو شديد جدا بيكون على ذاته، وبيكسبه دفء شديد في المشاعر، وكمان سكينة وهدوء لذاته، وشعور معظم الوقت بالسلام وبالأمان وبالطمأنينة، وده بيمنحه كمان
كمان قدرة حتى على قبول ذاته حتى لو فيها بعض المساوئ. مفيش إنسان خالي من العيوب، لو فيها بعض السلبيات، ولكن بقبوله لذاته وحبه ليها يقدر يغير ويعدل فيها وفي مسارات كتيرة جدا في حياته، وكمان يطور منها ويرتقي بيها طول الوقت. ده بقبوله وحبه ليها مش برفضه ليها طول الوقت. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي رسالة من ديباك شوبرا وهو بيكلمنا على طريقة من طرق التعبير الحب للذات. Today, look into a mirror, look deep into your eyes, the windows to your soul, and just tell yourself, I love you. I will take care of you. I will take care of you physically, emotionally, and spiritually. Self-love, self-compassion will allow you to access the field of infinite possibilities, and it'll bring love to you wherever you go. Look into your eyes in a mirror and say, I love you, Deepak. I love you, whatever your name is. النصيحة دي فعلا ممكن تاخد بيها لما تكون على قناعة بأنك فعلا في طرق كتيرة جدا بتؤدي إلى إحساسك بحب ذاتك كانت نافعة ليك. يعني لما تكون مريت بمراحل في حياتك أكدت لك مدى نفع فعلا أنك تمنح الحب لذاتك، فطرق كتيرة جدا تقدر تعبر بيها لذاتك عن الحب، ومنها الطريقة اللي قالها لنا ديباك شوبرا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي للنصيحة والحكمة اللي هتكون معانا دلوقتي على الشاشة، وهي بتكلمنا على ان صراع الماء مع الصخر هي احدى الحكم الصينية. في صراع الماء مع الصخر بمرور الوقت يفوز الماء. هو الانسان فعلا لما بيدرك انه لو بقى طول الوقت في صراع مع حاجة شديدة الصلابة وكان بنفس صلابتها فهيتكسر في وقت من الأوقات. يعني كان النصيحة اللي قبليها لديباك شوبرا وإن احنا نحب ذاتنا ونقبلها، ومعناها إن احنا نسامحها على حاجات كتير ونقدرها ونحترمها، فبالتالي مش معناها إن أنا وقتها هبقى صلب. لا، النصيحة بقى للحكمة الصينية إن أنا معناها أبقى زي الماء بمرور الوقت وبالصبر الشديد جدا بيقدر يفتت حتى الصخر. بيصمم وبيكون عنده عزيمة وإرادة طويلة المدى، وما بيكونش صلب زي الصخر، ولكن بمرونته وبليونته وبابتسامه بسمات كتيرة جدا احنا ممكن نتعلمها من المية. المية ليها سعة كبيرة جدا، لأن هي لما بتتساقط ما بتفرقش ولا بتميز ما بين قصور الأغنياء ولا أكواخ الفقراء، ما بتميز ولا بتفرق ما بين حدائق الأغنياء وحقول الفقراء، ما بتفرقش ولا بتميز ما بين ابتسامة أو تكبر، يعني ابتسامة الفقير وتكبر من هو متكبر، يعني بسمة المتكبر وكمان فرحة البائس، ما بتفرقش ما بينهم، بتنزل عليهم كلهم. كمان ليونة الماء لما بنحطه في اي حاجه، لو حطيناه في فنجان هياخد شكل الفنجان، لو حطيناه في كاس كبيره هياخد شكل الكاس، لو حطيناه في انبوبه هياخد شكل الانبوبه، ولكن ما بيغيرش من تركيبته، هو لين. وكمان الماء نقي، لو اي حاجه كانت وقعت في الميه فمع مرور الزمن بتسيب برضو الميه بنفس تركيبتها. يعني لو حجر وقع فيها بتتهز الميه شويه ولكن بيرجع سطحها تاني هادئ زي ما كان. كمان ميه البحر طاهره ومطهره في ذات الوقت. كمان بنتعلم الحكمه من الميه. لو الجو بقى حر زيادة المية بتتبخر، ولما الجو بيرجع يهدى المية بتتساقط علينا زي المطر والندى. كمان بنتعلم الصبر من المية بنفس المثال والحكمة اللي كانت موجودة معانا
اللي هي الصخر مهما كان قوي، ولكن الماء بمرونته وليونته يقدر في الآخر إن هو يدوب هذا الصخر مع مرور الزمن. المية كمان ودودة لأن هي بتكون لطيفة في أحيان كثيرة جدا وبتتساقط علينا زي الندى على الورود، وكمان بتكون في نسمات الصباح موجودة بخفة شديدة. كمان الماء متواضع بينزل من أعالي السماء لغاية عمق جدا الأرض، بيوصل لعمق وأعماق الأرض، فهو متواضع. فالنصيحة بتقول إن الماء معلم حكيم، فنكون إحنا طلاب نبهاء لهذا المعلم ونتعلم من خلق الله. فالحكمة الصينية اللي كانت فعلا بتقول إن الصخر ما نكونش زيه قدامه صخر، ولكن نبقى قدامه بكل مزايا وسمات هذا الماء. مشاهدينا نتمنى تكون فقرات كل حلقاتنا نالت اعجاب حضراتكم. مستنيينكم في حلقات تانية كتير وكايرو تيوب، فإلى اللقاء، باي باي.